أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان. كلنا سمعنا عن حرب بالغواصات، بالدبابات، بالصواريخ، حرب إلكترونية، حرب بيولوجية، لكن عمرك سمعت عن حرب المعيز؟ حرب كاملة استمرت لعدة سنوات، تم استخدام فيها فرق مشاة وقناصة وطيارات هليكوبتر وخطط حربية للقضاء على قطيع كبير من المعيز. زي ما سمعت كده، معيز؟ انت اكيد بتهزر. لا والله ما بهزرش، فعلا معيز. الحكاية بتبتدي في جزيرة جالاباجوس اللي بتبعد حوالي 1000 كيلو متر عن الإكوادور. الجزيرة دي بيعيش عليها مجموعات كبيرة من الحياة البرية، حيوانات نادرة ونباتات متنوعة، وما بيعيش عليها أي بشر. والجزيرة دي بيهتم بيها كل علماء الطبيعة وبيجولها من كل مكان عشان يدرسوا الحيوانات اللي موجودة عليها ويعرفوا دورة حياتهم الطبيعية. ومن ضمن الحيوانات اللي بتعيش على الجزيرة سلحفاة الجالاباجوس النادرة، الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم، واللي اتسمت الجزيرة أساسا على اسمها، ودي بتعيش تقريبا من 170 ل 200 سنة. لكن فجأة الحياة البرية اللي موجودة على الجزيرة دي سواء كانت حيوانات أو نباتات أصبحت مهددة بالانقراض، وده كله بسبب المعيز. لكن يا ترى المعيز دي جت منين؟ وإيه حكايتها؟ كتب وتاريخ دولة الإكوادور بيتكلموا عن حكايتين لوجود المعيز دي على الجزيرة. الحكاية الأولى بتقول إنه كان في الوقت دوت صيادين الحيتان اللي كانوا بيصطادوا الحيتان عشان ياخدوا الزيت بتاعها، كانوا بينزلوا على الجزيرة دي عشان يرتاحوا أثناء الصيد، وكان بيبقى معاهم بطبيعة الحال المعيز عشان يستخدموها في الأكل. وفي مرة وهم موجودين هرب منهم 3 معيز وما قدروش يمسكوهم لأن هم دخلوا وسط الغابات والأحراش، فسابوهم ومشوا. الحكاية التانية بتقول إن الأسطول الإنجليزي اللي كان بيصول ويجول في بحار العالم كان واخد الجزيرة دي كمقر للراحة بتاعته ومقر للانطلاق، وبرضه بطبيعة الحال كان بيبقى معاهم معيز عشان يستخدموهم في الأكل. والأسبان في الوقت دوت عشان ينتقموا ويخلوا الإنجليز يمشوا من الجزيرة دي، قرروا إن هم يقتلوا كل المعيز اللي كانوا موجودين معاهم، لكن فلت منهم 3 معيز، ذكر وأنثتين، وسابوهم ومشوا. المعيز دي فضلت تتكاثر على مر الزمن، خصوصا ان مفيش اي بشر بيعيشوا على الجزيرة او حيوانات مفترسة تهدد حياتهم، لحد ما وصل عددهم ل 250 ألف معزة سنة 1990. الأعداد الكبيرة دي من المعيز كانت بتاكل كميات ضخمة جدا من النباتات، وكانت بتاكل أي حاجة موجودة قدامها، لدرجة إن الحيوانات اللي كانت موجودة على الجزيرة ما بقتش لاقية تاكل أي حاجة. وبطبيعة الحال أصبحت الحيوانات دي مهددة بالانقراض، لدرجة إن سلحفاة الجالاباجوس اللي كانت موجودة على الجزيرة كان في الوقت ده عددهم 250 ألف سلحفاة، وصلوا إن هم بقوا حوالي 3000 سلحفاة بس، ده غير حيوانات تانية كتير. والسبب في ده إن الحياة على الجزيرة ما كانتش مهيئة للنوع ده من الحيوانات اللي هم المعيز، كانت موجودة بس للحيوانات اللي كانت موجودة عليها، وده اللي بنسميه التوازن البيئي. لكن لما حصل اختلال في التوازن ده، أصبحت الحيوانات اللي موجودة على الجزيرة كلها مهددة بالانقراض. هنا علماء الطبيعة اللي كانوا مهتمين بالحياة على الجزيرة ابتدوا يحسوا بالقلق نتيجة للكارثة اللي حطت على الجزيرة. قعدوا يفكروا عشان يقدروا يوصلوا لحل يحمي الحيوانات اللي موجودة على الجزيرة من الانقراض، وقرروا إن هم يجتمعوا مع الحكومة الإكوادورية عشان يقدروا يلاقوا مخرج للأزمة. في الأول فكروا إن هم يصطادوا المعيز ديت وينقلوها لمكان تاني، لكن الموضوع ده كان هياخد وقت طويل وكان مكلف جدا. قرروا إن هم يجيبوا أسود ويطلقوها على الجزيرة، وبالفعل جابوا أسود وأطلقوها، لكن الأسود كانت بتاكل وتشبع بسرعة، والأعداد اللي موجودة كبيرة جدا. طلع الحل ده للأسف مش مناسب. هنا لقوا إن الحل الوحيد اللي موجود قدامهم إن هم يعملوا عملية عسكرية، وسموها العملية إيزابيلا للقضاء على المعيز العدو. في الأول استعانوا بفرق من المشاة عشان تقضي على المعيز اللي موجودة على الجزيرة، لكن الموضوع كان صعب لأن الأعداد كانت كبيرة جدا ومتفرقة في كل أنحاء الجزيرة. في الوقت ده قرروا إن هم يستعينوا بفرق من القناصة على طيارات هليكوبتر عشان تساعد فرق المشاة اللي موجودة على الجزيرة، وفعلا الموضوع جاب نتيجة، وفي خلال سنة واحدة تم القضاء على 90% من المعيز. لكن ال10% دول اللي كانوا باقيين مشكلة حقيقية، لأن لو 3 معيز بس بقوا 25 ألف معزة، ما بالك بقى 25 ألف معزة هيعملوا إيه؟ وهنا ظهرت مشكلة جديدة، إن المعيز ابتدت تربط بصوت الطيارات اللي موجودة وبين أكلها،
وابتدوا أول ما يسمعوا صوت الطيارات الهليكوبتر يجروا ويستخبوا، يا إما في الكهوف يا إما ما بين الأشجار في الغابات. وعلشان يحلوا المشكلة دي جابوا معزتين وربطوا فيهم أجهزة GPS، والمعزتين دول أطلقوهم في الجزيرة. كل ما يروحوا على قطيع يبتدوا يقتلوا فيه لحد ما يخلصوا عليه ويسيبوا المعزتين بس اللي موجودين فيهم الGPS عشان يروحوا لقطيع تاني، وهكذا. كل ما يتوجهوا لقطيع يروحوا يقضوا عليه، وبالفعل قدروا ان هم يقضوا على كامل المعيز اللي موجودة على الجزيرة في خلال سنتين. صحيح للأسف ان المعيز اللي اتقتلت دي محدش استفاد من لحومها سواء من البشر او من الحيوانات، لكن الموضوع كان يستحق، لان الحياة على الجزيرة ابتدت ترجع لطبيعتها تاني، وابتدت الحيوانات اللي كانت مهددة بالانقراض ابتدت اعدادها تزيد. وفعلا السلحفة مثلا الجلاباجوس اللي كانت موجودة على الجزيرة واللي كان وصل اعدادها ل 3000 سلحفة بس، اعدادها ابتدت تزيد لحد ما وصلت ل 20,000 سلحفة تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ويا ريت تقولوا لاصحابكم علينا عشان يعملوا اشتراك في القناة، ولو انت كمان لسه ما عملتش اشتراك ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.